هاد القصة وقعت في عام 1705 في إيرلندا. مارجوري ماكول زوجة وأم فجأة شدتها واحد السخانة خايبة وماتت. عائلتها دفنوها بالخاتم ديالها حيت صباعها كانوا منفوخين بزاف وما قدروش يحيدوا منهم الخاتم. في الليل جاو الشفارة ديال القبور اللي موالفين كينبشوا في القبور ويشوفوا الا كاين شي ذهب ولا كاين شي نقرة مدفونة مع الميتين. نبشوا القبر ديالها وطلعوا الجثة ديالها. فاش شافوا الخاتم الماسي في صبعها بقاو مضاربين معاه باش يحيدوه، لكن الخاتم حلف ما يخرج حيت الصبعان ديال مارجوري كانوا منفوخين بزاف. فجاتهم واحد الفكره عظيمه، هي انهم يقطعوا الصبع ديال مارجوري وياخذوا الخاتم. خداو الموس وكيما جرحوا لها صبعها واحد شويه وخرج الدم وهي تنوض وقالت لهم السلام عليكم. وهنا الشفاره تخلعوا وما عرفوا باش تبلاو. شي كيقول سكت لهم القلب وماتوا، وشي كيقول مشاو وما عاودوش داروا من موراهم، وكانت هذيك اخر مره غادي ينبشوا فيها شي قبر. ناضت مارجوري نفضت التراب من عليها ومشات لدارها. راجلها كان جالس كيسكت ولادو اللي كيبكيو على امهم حتى سمع الدقان في الباب، وفاش حل الباب لقى مراتو لابسه الكفن واقفه كتشوف فيه. سكت له القلب وطاح ميت، والغد ليه دفنوه في نفس هذاك القبر اللي حفروه لمارجوري. مارجوري عاشت من موراه بزاف وتزوجت وولدت ولاد اخرين.